السلام عليكم. شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله زينين. وياكم احمد. طبعا هواية من الطلبة وللاسف يعني من اللي ضمنوا دخول وزاري يعني يعلقون على طلاب الدخول الشامل، والاسئله راح تكون صعبة وكلها بسبب الدخول الشامل، والاسئله بالدور الاول راح تكون كلش صعبة وما راح نلحق ندرس، وكلها بسبب الدخول الشامل، وكل شو ذبوا براس الدخول الشامل. يعني مع الاسف يعني تفكيرهم كلش محدود. يعني لا تزعلون علي، بس تفكيركم كلش محدود، يعني انه تفكرون بهاي الطريقة، ونقدر نقول انانية يعني هذه. فشوف، بالنسبة لأسئلة الوزاري هي راح تكون سهلة كلش، صدقني سهلة كلش كلش، بس علما للي قارئ المادة واللي مضبطها. مو انت يا اخي ما قارئ المادة، ولا يعني قارئ من اصل 5 6 فصول، قارئ 4 فصول او 3 فصول، وتريد تروح تجيب 100 وتشوف الاسئلة يعني من الفصول اللي انت ما قاريها، وتجي تذبها براس طلاب الدخول الشامل بحجة انه طلاب الدخول الشامل هم سبب صعوبة الأسئلة. بعمره ما اجت الأسئلة مال الوزارة صعبة بعمرها كلها. تمام. ما اجت ابدا صعبة، اجت للقارئ جيب 100. الدليل الرياضيات 2023 اذا تتذكرون الدور الاول، ايش قد صارت عليها ضجة وانه صعبة الأسئلة وما تنحل وهاي. كم واحد جاب 100 بالرياضيات بالدور الاول؟ كم واحد؟ مو آلاف. فإذا ذول ليش ما قالوا صعبة؟ وهكذا فطلاب بالنسبة أسئلة الدور أول ماكو صعبة، القارن ضبط مادة ماكو صعبة. أما أنت تقول لي صعبة بسبب دخول شامل وغير هذا، ماكو هذا الحكي. ماكو هذا الحكي، هم أخوانكم وتعبوا نفسكم، لكن الحظ ما حالفهم. مرات ظروف تكون قاسية على الشخص تجبره ما يقرأ. أنتوا تدرون هسه كم واحد، الله يعلم هسه كم واحد أهله محاربينه، كم واحد. يعني للأسف احنا نتمنى دعم للأهل للطالب، ما نتمنى يكونون ضده، بس اكو أهل صدقني حتى ملازم للطالب ما يوفرون، حتى تلفون يقرأ بيه مثل البشر ما عنده، وتعبانين ويجاهدون. فأنتوا فكروا بهاي الطريقة، لا تفكرون انه بأنانية وتفكرون انه بسبب طلاب الدخول الشامل وجزء تصل مرحلة بيكم تدعون عليهم. فما نتمنى هيجي انا، ونتمنى انه انتوا يعني تنجحون، ونتمنى لكم كل التوفيق. واذكر واقول اسئله الدور الاول ما راح تكون صعبه، راح تكون ان شاء الله سهله على اللي قارئ ونضبط الماده. واتمنى لكم كل التوفيق ويا رب النجاح والمعدل اللي تتمنونه، وشدوا حيلكم اكثر. ما بقى شيء.